الأبرز القدس عاصمة فلسطين الأبدية، لتؤكد كرة القدم مرة أخرى أنها لسان شعوب وأنها أكبر من مجرد رياضة. الساحرة المستديرة رغم جمالها وسحرها، إلا أن البعض أطلق عليها لقب أفيون الشعوب أو مخدر الوعي القومي. ولكن اليوم ومع كل ما تعانيه الأمة العربية والإسلامية، تبين أن ملاعب كرة القدم أضحت آخر ساحات نبض الضمير العربي، ورسمت رسائل عجزت عن إيصالها وسائل وسبل أكبر وأضخم من مجرد جلد منفوخ. لكن هذا الجلد لا زال الوحيد تقريبا الذي ينفخ في نار قضيتنا الأولى، القدس. الشباب الرياضي اليوم لاعبون أو أنصار، مسيرون أو حكام، اجتمعوا على كلمة واحدة في كل ملاعب أرض الشهداء، بشمالها وجنوبها، شرقها وغربها، وبمختلف أقسامها المحترفة والهواة، كلمة القدس. ما فعله حشود مؤخرا ذاع صيته. ما فعلته جماهير المولودية والحراش بترديد فلسطين الشهداء معا نال الإعجاب. ما صنعه بن عياد في سطيف، ولاعبو الحمراوة في وهران، وجمهور البابية في العلمة، والسنافر في قسنطينة، جاء ليؤكد أن موقف الشعب الجزائري واضح. لكن الخط الافتتاحي تغير من فلسطين الشهداء إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية. خطف بلال